انا مريض روماتويد وعايز اخد ويجوفي يا دكتور حسام، هل امنه؟ انا بنتي عندها ذئبه حمراء وخدت كورتيزون كتير وبيقولوا لنا على حقن التخسيس، هل امن ان هي تاخدها ولا لا؟ ونعمل ايه في الادويه ساعتها؟ وهل في تحاليل نعملها قبل ما نبدا الحقن بتاعه التخسيس؟ وهل لو وقفت حقن التخسيس في اي وقت هيرجع الوزن يزيد ولا لا؟ الفيديو ده بعنوان حقن التخسيس المانجارو والويجوفي ومرضى الروماتيزم. اهلا وسهلا بكم في دمتم سالمين. قاعدة عامة، حقن التخسيس نسب امانها في مرضى الروماتيزم عالية جدا حسب اخر دراسات، وليس هناك مانع من استخدامها في اي مريض بشروط 3. 1، ان المرض يبقى هادي لفترة كافية قبل ما نبتدي هذه الحقن. 2، ان يكون التحاليل بتاعتنا كمان فيما يتعلق بسرعات الترسيب وفيما يتعلق بصورة الدم والكبد والكلى كويسة. نمرة 3، ان المريض يبقى فاهم ان هذه الحقن جزء من بروتوكول علاجي لتظبيط الوزن وتقوية العضلات، مش الحقنة بس هياخدها وما يعملش اي حاجة تاني. طيب، هو الويجوفي احسن ولا المانجارو؟ دي اللي بيحددها دكتور التغذية على حسب حاجات كتير جدا، منها معدل كثافة الجسم، منها المريض نفسه حالته العامة عاملة ايه، تحاليله عاملة ايه. بس احنا بالنسبة لنا الاتنين زي بعض. نمرة 3، هل هوقف ادوية بقى الروماتيزم لو انا حتى باخد علاج بيولوجي او باخد ميثوتريكسيت او باخد اي دواء للمناعة اثناء فترة الحقن دي؟ خالص. ده مفيش اي تعارض ما بين الاتنين ولا اي تفاعل، ولا الحقن دي بتزود الاعراض الجانبية بتاعت الادوية بتاعتنا ولا اي شيء من هذا القبيل، وبالتالي هنمشي على ادوية الروماتيزم عادي جدا وهناخد الحقن مع دكتور التغذية. نمرة 4، مهم جدا اول ما ناخد الحقن ناخدها بالجرعه القليله الاول وبعدين نعلي الجرعه حسب الجدول مع دكتور التغذيه، لان اعراضها الجانبيه الاولانيه بتبقى رخمه شويه على المعده لانها بتبطئ شويه من سرعه الهضم وبالتالي ممكن تتعب لي المعده. فلو بدات بجرعات بسيطه وزودت تدريجيا وباخد طبعا معاها دواء معده مش هتضرني، مش هتعمل لي الاعراض الجانبيه الجامده. نمره 5، لو انت مريض بنكرياس مناعي او قبل كده حصل لك التهاب في البنكرياس لاي سبب من الاسباب، او انت مريض مراره او شلت المراره قبل كده، او عندك مشاكل في الهضم، لازم تبلغ دكتور التغذيه بتاعك قبل ما تبدا هذه الحقن، لانه ساعات بيبدا بجرعات اقل او بيبقى ابطا في تعليه الجرعه علشان ما يحصلش اي اعراض جانبيه لا على مستوى الهضم ولا على مستوى المراره ولا على مستوى البنكرياس. امتى اوقف الحقن دي؟ فورا. لو الحقن دي عملت لي تعب شديد جدا في جدار البطن وكان معاها ترجيع شديد، يبقى كده احنا شاكين ان في التهاب في البنكرياس او التهاب شديد في المعده، ساعتها نوقفها ونرجع على طول لدكتور التغذيه ودكتور الروماتيزم. باختصار، ترجع لدكتور الروماتيزم بتاعك الاول تساله حاله الروماتيزم ايه وتسمح ببدء المانجارو والويجوفي ولا لا. 2، تبدا بالجرعه البسيطه مع دكتور تغذيه. 3، لازم يبقى معاها نظام غذائي ومعاها تمارين رياضيه عشان العضلات ما تضعفش. ودمتم سالمين.